اجوا اخني ملتقى الرجل السرياني او ديك لخاء ام انشطه رابط ايتا ديدا بابرشيد موصل السريان كاثوليك ببغداد وضلن برنامج خاص دا جورة اسوة انباني خلنا برامج شبيبات وتعليم مسيحي وملتقيات المرأة ثيلا اجوا الموصل زيران ايتات الموصل اطولا محطات حيلة محطة قميتها هي وايتد مارتوما سريان كاثوليك تاما وضلن صوت عصرية ومصولين بغداد وايضا بعدين زلن الايتت الطاهره بحوش البيعه ومباطل ما خلصنا من حوش البيعه اطلنا الخليفه ابو نعمان نوئيل بمؤسسه الخيمه ودها كيف الكورنيش هدف دادي زيارة تنقاهل حتى تيت لنا هذا القرب الموصل حتى قري وحيل الموصل بناشخ انه موصل اهل مدينتن اهل دكتور دك منتا مخ الله حتى هم بين دخلنا ناشي كوي موصل بسمتي لا موصل بشل امان بقاوح خطر حاب حيل كثير يا وبناشي بقاون اقعد ثيلا اخا الموصل ملتقى الرجل حصل له فكره انه ادخل او بايش هذا ملتقى انشئ بتجديدا اجهد غزيلا انه ايث حاجه باطل ما ديك خويذ ملتقى المراه السريانيه وملتقيات الشبيبه بابرشيتن غزيلا انه ايث في ابعد غزليخم شغله منح عائله في ايد جوره فمحولنا عند الجامعه اني جوره بديلا بقعده حيل زورخ خمشاء سريه وبعدين زدنا عندها عدديدا بش عابر بش حيلم امه وشوقي جوره ونشاط حرايعي بس يميله إبا محاضرات تثقيفية إبا محاضرات دينية وأيضا كل ثلاثة لقاءات أربعة كاو مسيدنا المطران كايت السؤال جواب مبابا دا يا درعية دا بابا اكيد اجوا هذا الملتقى هو حيل مهم بحياه الايتا قي لانه اني جوره بالتاوي قري والايتا بالتايتن اراء افكار من ديانه تاويهن دا قاشا اللي بشاغل منهن وهم بتاويهن دا سيدنا ديكاوي قري ومنهن محاضرات دكات سيدنا اكيد حصل تقارب لانه لبش باشيان حلقه فقدتها داخل الايتا وانما كل مال كله موجود بايتا وكلكم مشارك بانشطه الايتا أبونا روني سالم أمين سر مطرانية الموصل وتابع السريان كاثوليك ومرشد روحي لملتقى الرجل السرياني. شمد لا شمد مشيحة وبادي ماني يماثل بريخة النشاطات ملتقى الرجل السرياني ببغداد بعد يوم قمنا بزيارة ميدانية الكنائس إيتاث الموصل إيت المارتومة وإيت الطاهرة حوش البيعة أكيد أخني ماد غزيلا من إعمار داني إتاثة ل مندي بريخة وحيل حيل أخني مثيرا بعد إعمار وبادي بعد نهوض من إيمان الناشي حتى الدأري لاني مثواثة والدأري البتيهن خاصة سراي الحقيقة أنها مدينة وهذه جهود إيتا ومطرانية لإعمار لاني إيتاثة موصل لمدي مبصخ حتى ميلة تودخ أمل داني عوائل السراي دينا بخارج ذات دأري المناطق دتن حتى دعيشي حياة دغديوة بقميثها هذا النشاط يعني حيل مؤثر إليه اجتماعيا ثقافيا دينيا حتى جمع عدد أكبر من شباب وأنا كبار السن أنه داث خازي معالم ديتاثة ومعالم ديث موصل وكل دكتور صبيح سمعان زهرة أحد
أعضاء ملتقى الرجل السرياني بغديدة. مازن فرج سكرية. شكرا لقناة العراقية السريانية لهذا اللقاء، ولاني أجواء كثير دي أخني دا حاليا بكورنيش الموصل. هذه دكثة اخترتها، وهذا جو بسيمة أخني ملتقى الرجل السرياني ياخ قيادة أبونا روني ثينا نزيرا كنائس ديدا إتاثا دكم دامره داعش ودها دكم بانيه ودكم وذيه على أوجه الأبنية الأماكن المقدسة زنن اللي إيتد مارتوما وتونن مصولينا بإيتد مارتوما وثوالا أناشيد في المطخة، وبعدين زنن إيتد كنيسة الطاهرة وتونن كذلك وزيرا كنيسة الطاهرة، بعدين زنن مؤسسة الخيمة. هذه مؤسسة ربثة دك حوية كلها طاقات شبابية ودك مولبي الرياضة والفن والموسيقى دي لخا معلم حيلة رابا من داذي دكتا برغتا أنا قدعينا نشواثا وخنواثا دينا بليطة خارج العراق داثي خازي معالم ديدا الكنسية والأثرية دخينا بيشي بإما رونقة اخترتها وبإما جمال اختيرة بكثرة داني ناشي وداني مؤمنين دينا موجودين، حتى الجمعة اختنيثة كلها مؤمنين دينا بليطة خارج العراق داثي بصخي مادك بانخلم باثر مادك داميرة داعش وكم مدارخ لدغديوة وبشطو. وشكرا لقناة ختنا.